ما يا وقت شتريد العمر راح، شتريد وشنو الما مرنا قابل. اهو اللي يمشي على طول باله مرتاح، بس شابع فراق الراس نازل. من التعب ما تنشال الجفوف، شلون تريدها ترد لها عايل. قضينا العمر يم المحطات، نزت غالين وانتاني الرسايل. ما تعتذر بس عاذرك، خلصت عمرك رايح وكل عمري باق مناطرك. وادم تصيح وحتى ما بي التفت، بس انت لو قلت لي اريد تموت اموت لخاطرك. اعزائي مشاهدي ومستمعي اذاعه وتلفزيون ميسان، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامجكم الشعري رسائل. تابعونا. أعزائي المتابعين، رجعنا لكم وبرنامج رسائل، وضيفنا وضيفكم الشاعر المبدع من شباب ميسان المبدعين اللي لهم بصمة بالساحة الشعرية، الشاعر المبدع أحمد الحمراني. أهلا بك أستاذ أحمد. حياك الله يا أستاذ مظهر، وحيا الله كادر برنامج رسائل، وحيا الله هذه الجهود المبذولة. وبالبداية أقول لك موفق بهذا البرنامج اللطيف جدا اللي له ما شاء الله منذ البداية البسيطة نعتبرها، لكن له وقع كبير في الوسط والأدب الشعبي بالعراق عامة. أهنيك يا مظهر الزبيدي وأهني الكادر عامة. شكرا لحضورك، لأن اليوم شرفتنا يمكن راح نتابع. لا أنا خادم إن شاء الله إليك وللكادر اللطيف، وأنا ممنون عندك وجدا مشكور لهذه الدعوة الجميلة. إن شاء الله نكون خفيفين الظل عليك وعلى المشاهدين. الله يحفظك أستاذ أحمد. أنت من الشعراء الشباب اللي لهم حضور بالمهرجانات وبالساحة الشعرية بصورة عامة. الحمد لله. بداياتك شلون كانت وش وقت انطلاقتك الحقيقية كانت؟ والله هو هذا سؤال طبعا متطرق بأكثر من برنامج حقيقة، لكن هي بدايات أي شاعر، بدايات أي مظهر الزبيدي مثلا أو أي شاعر من شباب العمارة، برغم ما أنت رجل سابقني بالتجربة وأكن لك كل الاحترام والتقدير لتجربتك ولاسمك الجميل. الله يحفظك. لكن هي بدايات كل شاعر أنه يبدي بقصيدة اللي يكتبها بالغرفة الأخيرة حتى أهله ما يسمعونها، يجسد مشاعره على الورقة، بعدين يلقى بنفسه لزمة زين، يتابع الشعراء، يتابع الوسط الفني بالنسبة للأدب الشعبي، يلقى فد وسط حلو أنه ليش ما يغامر ويدخل هذا الوسط الحلو. يلتقي بشاعر زين ينصحه ويرشده على الأخطاء اللي تعمق بها حتى يكون بعيد عن هذه الأخطاء، تبقى بس الزبدة داخل قصيدته الجميلة. ينتمي للاتحاد، أنا أحكي لك عن نفسي، انتميت للاتحاد الشعراء الشعبيين، الله يرحمه كان بوقتها المرحوم الشاعر الكبير سعد محمد الحسن. سنة 2009 دخلت للاتحاد العام، لقيت الرجل يرحب باشتاقات شابة أنه تكون طاقات لها طموح بالأدب الشعبي، وهو رجل أنا بالنسبة لي أعتبره الأب الروحي كان لشعراء ميسان.
فتلقيت كل الحفاوه اللي يحتاجه الشاعر الشاب كان بوقتها. ان شاء الله الرحمه له. استاذ احمد، نعم. قلت لي اكتب بالغرفه الاخيره. نعم. وحتى لا يسمعوني الاهل. نعم. شنو كانوا الاهل معارضين كتابه الشعر؟ لا، هي مو هنا المشكله، بالعكس. اني احمد الله واشكره على هيك عائله. نعم. عائله فنيه. نعم. يمكن حضرتك تعرف تتعرف او عرفت عن البعض من عندهم. بالنسبه لي استاذ علي الحمراني او محمد الحمراني. تحياتنا لهم. الله يحفظك، وانا هم تحياتي لهم من خلال برنامجك، هذا البرنامج الطيب. مو هنا المشكله. قلت لك انا احمد ربي واشكره على هيك عائله فنيه تقبلوا الفكره بكل رحاب الصدر وكانوا من الداعمين. نعم. احمد الحمراني. نعم. لكن اكو خجل بالموضوع انه اني شاعر، وشاعر الى هيبته والى اسمه والى موقفه بالوسط. مو من الهين انه انت تطرح نفسك حتى لعائلتك تقول انا شاعر. نعم. يعني مع الاسف اليوم جايين نشوف كلمه شاعر بالتواصل الاجتماعي او بغير منفذ او بغير جهه اعلاميه كلمه بسيطه، يعني انا شاعر. من المستحيل انت تطرح نفسك شاعر، اكو خجل يلزمك. انا كنت من عفوا كنت من الخجل اللي بداخلي انه اطرح نفسي شاعر حتى لعائلتي. نعم. مو مساله علي الحمراني طبعا نعم. هو استاذ اعلامي نعم. وايضا يعني مخرج. نعم. لكن هم شاعر. هو ما يقول انا شاعر. يكتب الشعر وشاعر. يعني نعم. بصراحه انا قلت له انت شاعر مبدع. يعني أكيد. مو شاهدت بي مجروح لين صديقي. أكيد. لكن هو ما اعرف، ما يطرح نفسه شاعر. نعم. هل استفادت من هذه البدايات؟ بدايات علي الحمراني ويقول انا وقت الضوجه اكتب. اي نعم. بالنسبه لعلي الحمراني كان له وقع كبير بالنسبه لشاعريتي وبالنسبه لالهامي. نعم. علي الحمراني كان اليد اليمنى لاحمد الحمراني. نعم. حتى يكون احمد الحمراني جالس مظهر الزبيدي وموجود اسمه بالوسط. نعم. زين. علي الحمراني صاحب فضل كبير على احمد وعلى المقربين على احمد اللي جاي له احمد. نعم. حتى اصدقائك. اي نعم. نعم. اصدقائي من الشعراء اذا تحب اعدد لك اياهم بالاسامي. علي الحمراني له فضل عليهم كبير. نعم. حاليا هم تتعلم منه لا؟ اكيد اتعلم من عنده. نعم. اكيد اتعلم من علي الحمراني، لان علي الحمراني قلت لك فد نعم. النموذج له وقع على احمد الحمراني جدا 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 كبير. نعم. ولا يهون يعني محمد الحمراني ايضا له بصمه داخل احمد الحمراني وما راح تنكر. مو بالنسبه له هو لان اخوي، لكن المرشد الاول لاحمد الحمراني نعم. الاول محمد الحمراني. يعني حتى ما ننسى هذا الاسم، لان محمد الحمراني ايضا شاعر. نعم. وشاعر مبدع. ايش تسمعنا من قصيده؟ والله اللي يطيب لك، وانا خادم ان شاء الله. انت تكتب اللون الحديث؟ اكتب اللون الحديث، بس مو اللون الحديث اللي تكتبه بعض الفئات. نعم. يعني اللون الحديث الحديث. نعم. مو العابر اللي ما له اي معنى. تسمعنا قصيده بهذا اللون؟ انا خادم ان شاء الله. قصيده الغربه. نعم. شلوني مدلي ايدك عالضباب الفوق راسي تعرف لوني. شلوني مدلي ايدك عالضباب الفوق راسي تعرف لوني. مرة دمعة ومرة ضحكة، مرة ماتوا مرة ضحكة، وهذا وقتي. شلون ميزان الدكاكين القديمة اش ما تذب حسرات يصعد شي براسك. الله. وهذا وقتي. شلون ميزان الدكاكين القديمة اش ما تذب حسرات يصعد شي براسك. الله. وانا مثل الشمعة ثاري، وين ما صح لها قاعد تموت وقفة. هي اللي تعيشها نسمة، وانا اللي تعيشني نسمة وضحكة امي. الله. سافرت مرة بطرق نيتي وجوازي. الله. ايش قد هضيمة انباق مني الواهس وباقى القطار وشوف عيني. الله. لكن شحكي هناك بالغربة الغريب تتيه عينه. الله. سافرت مرة بطرق نيتي وجوازي. ايش قد هضيمة سافرت مرة بطرق نيتي وجوازي. ايش قد هضيمة انباق مني الواهس وباقى القطار وشوف عيني. لكن شحكي هناك بالغربة الغريب تتيه عينه. الله. قمت اوصل غيم اللي مطولة لاهلي
ها يا ابو دخان المبلل بواجي، بهيده لو بست السواجي، هناك بالغربة صور ربع ونيسي، الله. ومرة عاين بالمراية تخيلت ربع بقفاي، ويا فشلتي شبقت انترست قزاز، هناك بالغربة صور ربع ونيسي، الله. ومرة عاين بالمراية تخيلت ربع بقفاي، ويا فشلتي شبقت انترست قزاز، وايدي من مديتها صوب المراية ثار هي تلقت ايدي، الله. هي من عدها وعرفت الضحكة ما تستر دمعتي، الله. مثل الخيال ايش كثر ما يندفن تطلع متونة، الله. ضحكة اليأثر فشل تعكس بلونه، الله. ضحكة اليأثر فشل تعكس بلونه. الله عليك. سلامتك استاذ مطلق. عشت استاذ احمد. الله يحفظك. عندك تحفظات او عندك راي بالقصيده الحديثه اللي تكتب حاليا؟ اكيد اكو تحفظات مو من قبل احمد الحمراني، جاي اشوفها من قبل اساتذتنا اللي علمونا واللي نعم. طلعنا من جلبابهم ومن معطفهم. نعم. اليوم نشوفهم عندهم تحفظات كثيره، خاصه على الاجيال اللي جايلتنا او اللي سبقتنا او الاجيال اليوم اللي جاي نشوفها بالساحه. نعم. يعني حقيقه من جيل ال2000 لهذا اليوم معظم الاجيال جاي تطلع بيها، عذرا من هذه الكلمه، لكن شواذ الشعر الشعبي نعم. اليوم هم اللي متواجدين وجاي يعكسون صوره سلبيه عن القصيده الحديثه اللي هي تتعمق بمفردات ما إلها كل صله ربط بالادب الشعبي. يعني جمله شعريه ما تفتهم من عندها من اقول لك سواج الغيم طر روحك ولك يا فلان مر بي زلف خدران يعني وكذا. كلام ما يعني مفهوم. استرسال من تتعمق به ما راح تلقى له معنى. نعم. صح الشعر له عده اوجه، لكن ماكو تناسق وماكو ترابط وماكو فكره. نعم. احنا كلنا نعرف الشعر رساله، ورسالته تكون بالفكره مالته. يعني هو هذا اكيد مرفوض، انه الاشياء الما مفهومه هي اصلا بعيده عن العقل، لذلك يرفضها العقل. نعم. ويرفضها كل المجتمع اللي نعم. يسمع الشعر وكل. نعم. طيب استاذ احمد، الموضوعات كثيره. نعم. وانت قمت مهرجانات نعم. وترأست مكان نعم. منتدى الثقافه والفنون. نعم. صرت رئيسه بفتره. نعم. وبعدها طلعت من المنتدى. اكيد. شنو السبب؟ والله هي الاسباب عده استاذ مظهر، لكن مثل ما تعرف انت حضرتك، انت كنت مدعو باحد المهرجانات اللي قمتها انا لخدمه العماره ولخدمه شباب العماره. منتدى الثقافه والفنون اشتغلت له اكثر من ما يشتغل احمد الحمراني نفسه. نعم. حتى نطلع بجيل جديد، جيل واعي نطرحه للوسط وللساحه. نعم. ان كان على حساب محافظه ميسانه او ان كان على مثلا على مستوى العراق عامه. زين. لكن سبب خروجي من المنتدى اليوم اكو فد مقوله او فد جمله كلش احبها، تقول لا تسوي زين شر ما يجيك. نعم. لكن هو هذا العمل الاداري هذا تصير العمل به مشاكل تصير به، يعني ها. انت ما تحملت المشاكل لو ها. الجانب المقابل ما تحمل المشاكل لو شنو؟ ها استاذ مظهر، وهي مشكله، هو مو كل الكلام ينقال. يعني انا لو كان الكلام فري نعم. كان حكيت لك ما وراء الكواليس اللي نعم. حدثت. احكي يعني شنو المشكله؟ يعني اللي موجود، خدمت اكثر من شاب وطلعت اكثر من 14 او الى 15 اسم. نعم. طرحتهم للساحه كجيل جديد. إيه؟ وعلى عاتقي. م. زين، طلعت اسماء جدد وطرحتها للساحه، وخاضوا مسابقات وخاضوا شهادات كبيره من اساتذه بالادب الشعبي. نعم. على مستوى ميسان. لكن المشكله اكو مرات تلقى فد مشكله اداريه، اذا خايض الاداريات تتعالج نعم. وبمرور الزمن وبمرور الايام وتقدر تعالج هذا الموقف. واكو لا صدمه كبيره كلش من تلقى شخصيه او مثلا عضو داخل المنتدى مالتك، زين، وانت فوقك اكو رئيس، تحياتنا له مثلا نعم. استاذ محمد الخزعلي. نعم. زين، او تلقى شخص ينقل سلبياتك يحطهن بايد. هي السلبيات موجوده اصلا لو ما موجوده؟ هي اصلا ما موجوده. نعم. بس الشخص كان يكون موصى. زين.
انه يشتغل بهذا المنهاج. عندك سعة صدر؟ الإمام علي يقول آلة الرياسة سعة الصدر، عندك نعم. سعة صدر بهذا الموضوع؟ لا. موجودة، اكو سعة صدر، نعم. اكو مشاكل قبل هذا الموضوع تلافيتهن وما خليتهن يطلعن الباب المنتدى اصلا، تلافيتهن وخلص موضوعهن. نعم. بس مثل هيك مشكلة انه انت تلقى شخص تعبان عليه، يعني مو من الهين انت تطلع لك اسم او تطلع لك فد شخص. تخوض تجربة الإداريات بعدين؟ لا. لا ما راح اخوضها، خاصة بالعمارة. ناخذ فاصل. وما ما راح اخدم اي شاعر من محافظة ميسان كان شاب او غير ناخذ شاب. فاصل ونرجع. ناخذ. أعزائي المشاهدين والمستمعين، فاصل وراجعين. أعزائي المتابعين، رجعنا لكم بعد الفاصل ويا الشاعر الحبيب أحمد الحمراني. أهلا بك أستاذ أحمد مرة ثانية. اهلا وسهلا بك حبيبي أستاذ مظهر. أستاذ أحمد، فاضل غضبان شو يمثل لك؟ الله، فاضل غضبان هذا الاسم الكبير، هذا الشيبة بالعمر لكن هو شباب بشاعريته. نعم. أحلى ما بفاضل غضبان أنه هو لليوم ما ينضب شعريا، حتى يكتب الغزل لليوم. اليوم لحد اليوم هو يكتب الشعر الشعبي. تربطني صلة قرابة أو عفوا صلة علاقة حميمية فاضل غضبان، كونه هو من التقي بيه كان ملتقي بمظهر الزبيدي. الله يحفظه. هيك شاب يعني وسوالفه عنده وياي ومرح وعنده روح كلش حلوه وتعرفه. تحفظ فاضل له؟ غضبان طين العماره، فاضل غضبان حنيه العماره، هاي القاع هي فاضل غضبان. تحفظ له شعر؟ اكيد احفظ له شعر فاضل غضبان، اذا ما احفظ الفاضل غضبان المن احفظ يعني. شو سمعنا له؟ يعني هن هواي انا اظلم بيتين. بيتين يقول خل اتعدى على البيتين حتى اوصل فكره. يقول صباح الخير علاوي، صباح الخير يا بابا، شو مالك خلق ما تضحك من ايام، هم مثلي ويا وقتك عندك طلابه، الله. لو محزن يجيك العيد بعد ايام وانت بعازة ثيابه، الله. لو عمك شهبته وحسها جاية عوز طبب ولده وابوك طبق بابه. الله. هم مثلي ويا وقتك عندك طلابه، نعم. هم عندك طلايب احمد؟ طلايب على اي مستوى مثلا؟ يعني على مستوى العراق، على مستوى العماره، مستوى الشعر. علي المنصور عندك خلاف وياه؟ والله تمنيت ما ينذكر هذا الاسم مظهر. ليش؟ خوش ولد علي المنصور وانسان طيب يعني، اللي اعرفه يعني. وجهة نظرك يعني هذا وما نختلف عليه. وشاعر مبدع. بعد ما ادري بهاي الناحيه ما ادري. خوش ولد هم ما ادري. الى جمهوره. جمهور حتى يعني حيدر دعدوعه الى جمهوره مظهر، يعني هذا مو قياس. يعني ستار ماريه اللي هو مختل عقليا الى جمهوره، هذا ما له علاقه. الجمهور ما يقيم شاعر. شنو النخبه هي اللي تقيم الشاعر. احنا استاذ احمد حتى اوضح لك، انا مشكلتي صريح مظهر قبل لا تكمل موضوع قبل لا لا خليني احكي لك. نعم. شغله انه انا اللي نطرح موضوع خلاف، اذا نعم. كان خلاف هو لتقارب الافكار. نعم. او تقارب القلوب. نعم. تحكي لي الخلاف لكن اريد تنقل تحيه هو انا هي مو هنا المشكله، انا خاف اتعدى بالموضوع وخاف يصير ذكر لهذا الاسم، واحنا برنامجنا ما شاء الله لطيف جدا، فاحنا ليش يعني نخرب هاي الجلسه وهذا شو اسمه، خلينا نتطرق عليه هيك حتى لا ارد طلبك. فهو معظم العماره تدري بهذا الشخصيه، يعني مع الاسف احنا جمهورنا مو واعي، وبالاصل احنا بالعماره ما عندنا جمهور شعر شعبي ما عندنا. هو يقول؟ لا انا اقول. ليش؟ لا انا اقول. ليش؟ جمهور شعر شعبي واعي ما عندنا، لان لو عندنا جمهور شعر شعبي واعي جدا ويفتهم. انا عارضك الراي بصراحه. انت بالنسبه بالعكس لك العماره يعني بها جمهور كبير، والجمهور يحب الشعر، وهي العماره ام الشعر. لكن نسبه بالمية انطيني. شنو النسبه بالمية؟ يعني مهرجانات كثيره المهرجانات يحضرونها شعراء اللي يصير عندنا
المهرجانات مو هسه اللي جاي اتحدث عليها. المهرجانات اللي اوافقك عليها انه بيها حضور وبيها ناس نخبويين قعدوا ببيوتهم ظلوا يسمعون مظهر الزبيدي، شنو وظلوا السبب؟ يسمعون فاضل غضبان واحمد الذهب ومحمد ابو العز، هاي الناس اللي لها بصمه بالادب الشعبي. شنو السبب؟ اما مو اليوم اللي يحضرون اللي هو قذلته واصله طابقه ويا زلفه لهنا، ويجيك لابس ما اعرف ايش لابس ما لابس ويحضر، وعلى الابيات السرديه او اقرا لي قصيده ما ادري شلون نبطيه واحط لي بها سوالف هاي مالت الشارع. احكي لي، انا ما اريد يعني زين، ما اريد نسيء ليش انا لا للشخص، مو انا بس حتى ما انا حتى اوصل فكره مظهر يعني حبيبي. شنو الموضوع اللي صار؟ احكي لي خليني بصلب الموضوع. انا اسولف لك بصلب الموضوع، بس انا لازم ابرر فكره واقول مو العماره كل العماره ما بيها ذائقه، لا عندنا ناس احنا بالصداره بالنسبه للذائقه. نعم. يسمعني كل العراق وكل المحافظات كلهم اصدقائي وعلى راس. نعم. وماكو محافظه ما قاري بها انا. نعم. بس اليوم العماره بالصداره بالنسبه للذائقه، بس مو ذائقه اللي يشوفونها انتم بمهرجاناتنا، ترى هاي مو ذائقه وما تحضر. ما يعني تحضر انت تقول انه اكو ناس اللي يحضرون اكو ناس اللي يحضرون اليوم بمهرجانات اللي جاي يصير بالعماره ليش؟ مو انا اعرف، ذائقه. انا بصراحه اعرف اكو دكاتره يجون يخابروني استاذ مظهر جايينك احنا حتى نسمع ونشوف المهرجان ونتابع المهرجان. دكاتره مهندسين مثلا دكتور علي صديقي، زين. دكتور يعني زين. كثير من هي الناس هي لو خليت يعني قلبت. ناس على مستويات عاليه بصراحه. هي احكي لك استاذ يعني. مظهر حبيبي هي لو خليت نعم. قلبت. ما نخلى من المهرجان اذا ما تحصل لك به 5 من الذائقه، بس وين ال 300 الحاضرين الخمسه يضيعون وياهم. يعني اذا استفز بيت قوي جماعه الله، الله كذبيه. نعم. اكو الله كذبيه وجابت عمر هالعماره تبوق للغريب هسه. زين، يعني ما تعتبر انه من الكرم انه الناس ماكو كرم على حساب الشعر مظهر. اليوم انت مظهر اخوي وصديقي، زين، وداخل بيتك وداخل بيتي، بس من المستحيل اليوم مظهر الزبيدي اصيح لك الله على بيت انا ما مقتنع به. ممكن خلل بشعراء العماره؟ لا مستحيل، مستحيل ليش؟ خلل بشعر. اكو خلل بس مو خلل بشاعريتهم، اكو خلل بانسجامهم وبتقاربهم. هل ماكو الشعراء حب، اللي ماكو ود. يصدون للمهرجانات هم اللي يستحقون؟ يعني تشوفهم بالمهرجانات اللي دائما متواجدين مو هم اللي يستحقون؟ يستحيل. هسه اعدد لك اسماء تقدر تقول لي فلان ما يستحق؟ يعني شنو السبب؟ شنو السبب انه احنا نحب الغريب. مشكله هسه اللي جاي يحضرون بالمهرجانات احمد عاشور يقول هي هاي ولايتي تحب الغريب؟ صح لا لا؟ ما ادري هذا الموضوع ينطبق على العماره؟ كلش ينطبق على العماره مظهر. يعني المشكله كبيره. زين، اضرب لك مثل جدا بسيط. تتقبله انت ما تقبله ما اعرف. نعم. بس اليوم مظهر الزبيدي اللي له بصمه رفع راس العماره كلها وبما فيها احمد الحمراني الله يحفظك، اللي هي 2012 شاعر العراقيه او شاعر العراقي، شاعر العراقيه. نعم. اليوم اذا اجى اللي اخذ المرتبه الاولى بالبرنامج، نعم، زين، ما اعرفه شنو اسمه بالضبط. تحياتنا استاذ احمد ابو العز. احمد ابو العز. اليوم اذا اجى احمد ابو العز، طبعا انا شفت الحلقات، نعم، مالتكم، بس اذا اجى احمد ابو العز ودخل في مهرجان معين، زين، يصيحون له الله اكثر من ما يصيحون الله المظهر الزبيدي. لكن انا برايي من رخصته، انا برايي احمد ابو العز 90 سنه بعد ضوئيات ما راح يجيب شعريه مظهر الزبيدي. لا بالعكس، انا يعني رايي مظهر. رايك. تحياتي لاخوي الحبيب احمد ابو العز، شاعر مبدع، وان شاء الله يكون ضيفنا ان شاء الله. ليش لا؟ وحتى اذا اجى للعماره اتمنى واتشرف انه يكون. انا ما جاي في شاعريه الولد. نعم. الولد انا ما جاي في شاعريته، لكن كل من وشاعريته. زين. نعم. مظهر الزبيدي خلينا نقول صارت اخذ وعطى بالبرنامج، ما اخذ الاول، هم باعتقادهم انه هو افضل من مظهر الزبيدي. نعم. نفرض، لكن والله العظيم 90 سنه ضوئيه. انت تعتبر استاذ احمد يعني تعتبر انه الشعر باول وثاني وثالث وهذا يعني هذا الترتيب لو انا بالنسبه لي لا تحاكيني بهيك. انا بالنسبه لي ما يعني لي الترتيب بصراحه. صح لو لا؟ يعني. انت ما يعني لك. نعم. انت ما يعني لك. يعني بس لي مشكلتنا الشارع يعني له. مو هاي مشكله كبيره. الشارع يعني له. نعم. يعني من يطلع شاعر، نعم، يقيم رياض الوادي باحد القنوات الفضائيه، زين، ما يقولون رياض الوادي ما له علاقه بالشعر ورسب فلان شاعر اللي هو شاعر، لا، يقولون خسر.
مو هاي مشكله استاذ الشارع. احمد انت تدخلنا بمشاكل هواي يعني. مو قلت لك انا صريح يعني تحياتنا بالبداية. للحبيب رياض الوادي. تحياتي الى صديقي. يعني ليش؟ بالعكس رياض الوادي شاعر لكن اختص بلون مختلف، زين. وبروح مختلفه زين. وايضا يعني رسم ابتسامه على وجه العراقيين اللي فارقتهم الابتسامه لفتره طويله يعني. مظهر حبيبي هذا ما له علاقه، يعني هذا الموضوع انا اتمنى بدون مجاملات، لان احنا اليوم لا والله مو مجامله، انا بصراحه يعني رياض يعني الوادي شلون مو دائما مجاملة؟ استمتع من لما يعني بالتحشيش الابداع. مثلاً؟ لا الابداع يعني. الابداع له ابواب، يعني احنا مو بس نقول الشاعر هو له من أبواب. يختار، اكو هو. كوميديا سوداء بالشعر، ها. واكو صح لا لا. هزل بالشعر، صح لا لا. واكو كثير من الامور يعني. اذا متفقين. متفقين. حد الان متفقين. نعم. بس من تكون مسابقه للشعر الهزلي يتصدرها رياض الوادي ويتصدرها راح ينطشر. بس من تكون لكن هو عنده ادوات الشعر. وين الادوات؟ عنده ادوات راوينا الشعر، أدواتك. كثير من القصائد اكو له وجدانيه يعني. وين تسمعني؟ ما انا ما حافظها بس احكي لك لا. سامع اني. لا مظهر، لا مو هيك شيء. لا. المهم هسه تحياتنا احنا له. تحياتنا له، والله العظيم ما عندي شيء، وياه رجل صديق دائما اروح لبغداد التقي به. بس انا ما مشكلتي ما اجامل. مشكلتي ما اجامل، وهاي المساله اللي خلتني هواي ناس تزعل علي. وانت مظهر الزبيدي مره من المرات زعلت علي. نعم. بس هاي مشكلتي يا زعلت يا اخي تحملوني. موضوع ذكرتني بالزعل. نعم. طبعا انا قليل الزعل وما ازعل بصراحه احكي لك. صحيح. لكن زعلت لموضوع هو مو زعل، انا اعتبر الزعل الزعل درس. صح. مني يخلص الدرس وفهم المقابل فهمه بعدين ترجع المياه المجاري. نعم. بس ايصال رساله فقط. صح. مو اعتبر الزعل موضوع للتباعد، وهذا مو حلو، لان الاسلام احنا مسلمين وما علمنا انه نتباعد. صح. موضوع شاعر شباب ميسان اللي المسابقه اللي كنت انا احد اعضاء اللجنه بيها، زين. واستاذ نصير واستاذ مسلم والاخرين يعني. كانت نتيجه ما عجبتك، قمت على المنصه. نعم. وانطيت راي، إيش قلت؟ لكن الراي كان جارح. يعني ما اعرف ما اتذكر، بس بوقتها جرحني يعني. جرحك إلك لان نعم. انت اخوي وحبيبي وتتقبل من عندي اكيد، انا نعم. اخوك الصغير وتتقبل من يمي، بس انا يعني هذا ديدن يعني نعم. هاي مشكلتي، انه ما اعرف اضم فد كلمه معينه. ليش؟ لان انت مظهر الزويده ما تعرف باللي راح يصير. قبل لا تبدي الحلقه الاخيره من شاعر شباب ميسان انا اعرف منو اللي راح ياخذ الاول. اي يعني تشكك باللجنه؟ اكيد. كلهم؟ اكيد. كلهم؟ اكيد. حتى انا وياهم؟ لا انت مو ياهم، مو قلت لك. نصير هاني، انت قلت لك انا نوهت بالبدايه، قلت لك مسلم التميمي، نصير هاني، مسلم التميمي، عبد المطلب بن محمداوي. كلهم شكك بهم؟ نعم. وانا اعرف انه سمعنا قصيده. قصيده تقول: كثرا والمواقف صارن هواي وما يغلط حساب تسبيح. كثرا والمواقف صارن هواي وما يغلط حساب تسبيح، واحسب وادري خرزه وقلت شاهود، بس هي الصدق لا خرزه للطيح. الله. واحسب وادري خرزه وقلت شاهود، بس هي الصدق لا خرزه للطيح. واسكت وادري ذله السكته العداي، مثل ذله الرايه بسكته الريح. دهز راس السجين بنومته وشوف تطيح على المخده صور مفاتيح. دهز راس السجين بنومته وشوف تطيح على المخده صور مفاتيح. وتوصلني الاخبار ضحكي ظليت اهز بيدي وخذ الدور المراجيح. الله. ما مستغرب ادري اللي ينكر الزاد تيبس قصته ويصبح شحيح، وما مستغرب ادري اللي ينكر القاع تذريها بهوى شفوف المراويح. بس عيب الذي ما عنده بالبيت منجل ومنعده على الفلاليح. الله. والله عيب الذي ما عنده بالبيت منجل ومنعده على الفلاليح. ترى سادة الماي جروفه بالنوم اشيل مطوله اذا من دونها يسيح. انا جرفك وحذرك ظهري بخير رمل والقطره تتفرهد اذا تطيح. خذت دور المغاره بسكتته وياك، المغاره ترد لصوت الرايد يصيح. الله. كشختها المسا خذت دور المغاره بسكتته وياك، المغاره ترد لصوت الرايد يصيح. كشختها المسا وتنقاد بشفوف، الله. الصبح تنذل ترى وجوه المصابيح. الله. كشختها المسا وتنقاد بجفوف، الصبح تنذل ترى وجوه المصابيح. وكثرا قلتها وطول الاشراع كل ما يكبر يغطي الملاليح. الله.
كثرا قلتها، وطول الشراع كل ما يكبر يغطي الملاليح. الله سلامتك. عشت. الله يحفظك. كلمة لكل الأسماء اللي ذكرت ببارت الثاني. أقولهم حتى نثبت أنه الشعر رسالة محبة. أنا أريد كلمة محبة يعني. أنا الله شاهد علي ومحمد وعلي، أحب الحب، نعم. أحب التسامح، أحب القلب الأبيض. لكن يا أخي أكو بس ناس مو كل شيء ينحكي. هو مو كل شيء ينحكي، وهي هاي المشكلة. زين، أنا لو كل شيء ينحكي كان قلت له، يعني بعد اكو حكي كان قلت لي أحمد ما نكمل. اكو حكي بعد ما يشهد حكي. الله أكو هواي حكي، نعم. وأنت ما تعرف بيا مظهر الزبيدي. لكن لو أكو بعد تنطيني فرصة أكمل حديثي، والله العظيم ما تكمل ويا حلقة تقول لي أحمد لا كافي اللي هنا وكافي. وهي مشكلتنا هاي، إذا أنا جاملت ومظهر الزبيدي جامل وفلان جامل راح ما نحصل على نتيجة نهائية. فأنا بالمحصلة النهائية وخلاصة الحديث أقول لهم مسامحكم. اللي عندك خلاف وياهم. اللي عنده خلاف وياهم أقول لهم مسامحكم. واللي ما عندك خلاف وياهم وذكر اسمهم. يعني مثل من؟ مثل رياض الوادي، غيره من الاسماء. يعني أقول لهم اعذرونا على صراحتي، بس هاي يعني هاي صراحة رأيك يعني شو يعني. رأيي يعني شو يصير؟ يعني مو بيدي. ناخذ فاصل؟ ناخذ فاصل. أعزائي المتابعين فاصل وراجعين. رجعنا لكم متابعينا وبرنامج رسائل والحبيب أحمد الحمراني. أستاذ أحمد، نعم. عندنا فقرة اعتذار بالبارت الأخير. لمن تعتذر؟ مرات احنا نسيء بقصد أو دون قصد. نعم. لمن تعتذر؟ والله الحمد لله والشكر. انا بالنسبه لي ناس يعني معينين انه انا لا تقول لي ما عندك خلافات وماكو مشاكل. خطأان وياهم وفد مساله معينه. لا الحمد لله والشكر، يعني ما جاي يحضرني او ببالي فد شخص انا مقصر بحقه. زين، وهاي صراحة اي نعم، هاي ما بها اي اعتذار. اذا هم يفتهمون شنو معنى الصراحه اكيد ما يحتاجون الاعتذار من احمد الحمراني. ليش يعني اعتذر؟ هم يفتهمون شنو معنى الصراحه. زين فليش اعتذر؟ يعني انت ما تعتبرها اساءة هاي؟ ليش اساءه؟ اذا هي صراحه، الصراحه اساءه انت برايك؟ اشوف مو اساءة، بس اشوف تجريح بالموضوع يعني. تجريح، مو هذا شيء واقعي. يعني انا لو جايب شيء من يمي او ضايف شيء من يمي زين اكيد انا جرحتهم او جرحت مشاعرهم وانا اعتذر لهم. بس والله العظيم ما ضايف شيء من يمي. زين يا اخي فعلما اللي اعتذر. سؤال تسأل بس انا اعتذر لشخص واحد فقط اللي هو احمد الحمراني. شخص انا اقول له اعذرني لان انا شنو السبب؟ قصرت يعني بحقك. هذا غرور، مكابرة، ايش تعتبر؟ لا هو مو غرور ولا مكابرة، على قولة خضير هذه. بس الباب ما ينفتح، لا غرور لا تكبر. يعني زين احس هذا خليه مشاهد حديثنا. لكن والله العظيم مو غرور، والله العظيم مو غرور. لكن يا اخي اي شيء وهواي خسرت من اصدقائي بسبب هذا يعني الصراحة اللي عندي. مو غرور بس شيء واقعي لازم اذكره. اذا سكتت عليها اكون صاحب ذنب وضميري ما يقبل لي. سؤال تسأل نفسك. نعم. هي اسال نفسي، اقولها يا نفسي لحد ما راح تبقى هاي الطيبه، ولحد ما راح تبقى هاي الصراحه اللي يعني مخربت شوي الناس. استاذ احمد، نعم. كل اللي نستضيفهم وكل اللي دائما اقول له سؤال تسأل نفسك، يقول انا طيب قلب. يعني ما اعرف، هو ماكو كل الناس مجروحه. اكيد مو يعني مستحيل يعني انت تلقى نفسك انت مو طيب، مستحيل. هو خليني احكي لك، انا مو انفي عدم الطيبه، نعم. لكن دائما انه يعتبر الانسان طيبته هي ضعف،
اكيد. ليش مو هي الطيبه؟ الانسان من حق الناس عليه انه يكون طيب وياهم. ها من حق حتى الناس يبادلون الطيبه. ها بالضبط. نعم. بس اذا تلقى المقابلك يستخدم طيبتك إيه. ضدك، زين. فما ماكو جزاء الاحسان بالاحسان. زين. فاكيد هاي راح تخليك تتندم على طيبه قلبك. غير سؤال اكو سؤال تسال نفسك غير الطيبه؟ والله ما يحضرني حقيقه، ما يحضرني اي سؤال اسال نفسي به. اي نعم، اي سؤال اسال نفسي به ما جاي يحضرني اي سؤال يعني. زين. إيه. احمد الحمراني دائما نكتب الشعر باجواء مختلفه، اجواءك بكتابه الشعر شلون تكون؟ اجوائي كتابة الشعر مستحيل يعني طلعت قصيده الا القصيده التعبويه، مرات نحتاجها لمهرجان تعبوي زين. اكتبها بدون موسيقى. لكن انا عاشق للموسيقى وعاشق للحنجره اكثر مما عاشق للشعر الشعبي. يعني حقيقه اعشق الموسيقى واعشق الصوت الحنجره اكثر مما اعشق الشعر الشعبي. ايش قد احب الشعر وانا شاعر. حاولت تتقرب من الموسيقى؟ حاولت آلة العود؟ حاولت آلة العود، حاولت على آلة الكمان انه تعلمت له لا؟ لا والله تعرف مشاغل الحياة ما تخليك انه انت ترتبط بهيك ارتباطات. زين. اي دخلت دورات ودخلت اكثر، لكن انا اليوم احب اسمع، ما متفرغ انه احب اتعلم. زين. اي حاولت انه اتعلم بس ما الشعر تعلمته لو؟ لا اكيد الشعر مو تعلم استاذ مطر، الشعر موهبة. لكن بعض الدروس تقول الآية وما علمناه الشعر، ولكن تكملة الآية ما أتذكرها. يعني الرسول من لما حاججوه إنه قالوا هذا شاعر. نعم. على الرسول نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم. قالوا له وما علمناه الشعر، هو قال الآية القرآنية تقول وما علمناه الشعر. اي وما علمناه الشعر. يعني إذن الشعر يعلم. يعني وما علمناه الشعر. إذن الشعر يعلم، يعني لما الإله يعلم الشعر. لا مو هل تعتبر هذا مو نفي الهيك لا هل تعتبر أو تعتبر نعم. إنه الشعر يعلم من رب العالمين أو يعلم من شخص؟ لا أكيد من الاثنين. زين. من الاثنين. يعني رب العالمين راح يخلي بداخلك هي الموهبة إنه أنت تنمي موهبتك. زين. لكن تنمي موهبتك أنت عن يا طريق مثلا. زين. أنت إذا تبقى أنت تكتب اللي موجود واللي بداخلك ما راح تسوي في شيء جديد. بس من تجي يم نفرض مظهر الزبيدي، مظهر له تجربة وإلى باع طويل بالأدب الشعبي. كانت هو يمكن مجهولة. هو مجهولة لكن تعلم. إيه كذلك سماع سلسلة. الشعر يعلم الشعر؟ سماع الشعر إلى جزء بسيط. هم كثير من الاحتكاك هو اللي يعلم اللي الشعر. سمعوا الشعر أكثر من يعني سنين طويلة سمعوا الشعر. نعم. وتعلموا الشعر. تعلموا الشعر بحرفة لو تعلموا يعني صاروا شعراء لهم حضور. هو كل الناس شعراء. كل الناس شعراء. هسه اذا نسال اللي بخلفنا، اذا نلقى فد شخصين نساله انت شاعر يقول لك اي شاعر. كل الناس عندها مشاعر. هو الشعر شنو؟ هو مشاعر. تترجم مشاعرك يعني على الورق. تعتبر انه اللي بدون وزن هذا شعر؟ لا مستحيل مو شعر. مستحيل مو شعر، بس اكو مشاعر. مشاعر. هو ليش شاعر؟ عن الشعر. هو ليش اكو تسميه اسمها شاعر؟ زين؟ ليش ما يسمونه كاتب؟ سموه شاعر ليش؟ لان يترجم مشاعره على ورقه، بس يترجمها بشكل صحيح اللي هو الوزن. ترجمت مشاعرك بقصائد؟ اكيد كثيره. ايش سمعنا من اللي مشاعرك الخاصه دخلت بها؟ صوتك عافيه بروحي. تعال تمدد على الروح يا رازونة عشق، وينك بعد نسمة هوى بريتي. والله. الخذاك منين يا الغالي؟ مر فتش عيونه وشوف، لا ضايق سهر بالليل لا شايف سقم حالي. الله. جاوبنا على قد وهواسل براسي. الخذاك عيونه معصوبات، ما شافع لخصرك اثر لجفوفي. الله. يومية افزن بيك، ليلية افزن بيك، اسولف بيك سالوفة خرس صنطة. الله. ورغم كاتن بوداعك وحنا ليك وقفة تموت لو ان من جلها ما موجود، يلا انطبع طبع حنطة. الله. بزفتك وين يراد لها شدة حيل، يلا تثبت جدامي. احس بصفقة الزفوك تشبه صفقة اعظامه. الله. بزفتك وين يراد لها شدة حيل، يلا تثبت جدامي. الله. احس بصفقة الزفوك تشبه صفقة اعظامي. هلك جبروك بس كسروا وضلع بي. الله. هلك جبروك بس كسروا وضلع بي. القبل تختاض مني تشوفها على شفاي ليل نهار، هسه مصاحب الريه. الله. طحت وصغرت من بعدك، طحت طيحة ندى بلا صوت.
طحت ويامي معدودات أصغر من فرح تصغر. الله الخيال بجية الفانوس يشيم يصير أكبر. الله طحت وصغرت من بعدك، طحت ويامي معدودات أصغر من فرح تصغر. الخيال بجية الفانوس يشيم يصير أكبر. الله الروجة الكشخة لو هداها حبل الريح بالبسكوت تطشر. الله القاع ما يجيها الماي ما تحمل معاه تبكون تتفطر. الله الروجة الكشخة لو هداها حبل الريح بالبسكوت تطشر. القاع ما يجيها الماي ما تحمل معاه تبكون تتفطر. هلك مرة وهلا هلهم ترس راسي وانا بروح الحزن عسر. الله ها يا هواي الخذوك هواي، الله ها يا هواي خذوك هواي. الخذوك هواي. زفوا ناس ما تعرف شكل بيه. الكاروك الهلا بغربة وتهز جفوف ياهو كان يظل عطشان حنية. الله الكاروك الهلا بغربة وتهز جفوف ياهو كان يظل عطشان حنية. اللي يتصنط علي بسكوت يسمع بيه كم موال. الله انا بروحي كريم يعيش بروحي تلملمن تنعاد ليليه. الله تلملمن شو بس علي تلملمن. يتلملمن عليك بالليل؟ اكيد اكيد اكيد. ليش ما متزوج لحد الان؟ او بعد انت يا مواليد؟ انا مواليد 90. 90 نعم. يعني تحس انه بعد لازم تتزوج لو تاخرت؟ والله لا ضروري. انا اشوف يعني هي قناعات استاذ مظهر. زين. وانت يمكن خايض هاي المرحله بينك أكيد. وبين نفسك. أكيد. هي قناعات. مرات انت تلقى نفسك انه انت ما محتاج اليوم شريك حياتك. ليش؟ زين. لان بحكم طبيعه عملك. يعني الوالده مكفيه انه ملابسك؟ والله الحجيه ما تقصر. زين. هي طبعا اهم من شو تقول الزوجه للحجية؟ واحرص من عندي. اقول لها يا ربي الله يطيل بعمرك انت والوالد الحاج. هذا الانسان الكهيل، هذا الانسان المجاهد اللي تعب وانطى للوطن هواي. يا رب الله يطيل بعمرك وتكون خيمه علينا وعلى كل من يحبك وعلى اولادك وعلى احفادك. ان شاء الله الحفظ له. الله يحفظك. تحياتنا لعائلتك. نعم فدوى القلب. جميعا نروح نسمع قصيده بشكل مختلف انا الله. وكل المشاهدين. يلا. اعزائي المشاهدين والمتابعين بصوره عامه نسمع قصيده بشكل مختلف من الحبيب احمد الحمراني. تابعوني. امنيه اللي وحالي مثل حال السراب. امنيه اللي وحالي مثل حال السراب. بعيد عدي الطبلة ما تلقى أثر. ورغم كل شي وعدل وياهم مشيت يغار من ممشاي يحس كان السطر. ربع مو للصدق بس أنا غشيم نكروا الماي على زخات المطر. ربع مو للصدق بس أنا غشيم نكروا الماي على زخات المطر. داينت عيني وبقيت اطلبها شوف براسي من ربعي احس موقف عثر. اشرب الكاس على صحة المبتلين هاي من كانت سلوت على الصور. اشرب الكاس على صحة المبتلين هاي من كانت سلوت على الصور. ملاقة ماكو جفوف عطشان الصديج. امنيا ما قلب جفنهم القى شر. ملاقة ماكو جفوف عطشان الصديج. اش ما اباوع على الدرب القى ظهر. كم ضلع دك صدر من مر الحصاد وسمع طار المنجل وغاد انشمر. كم اخو القلع لما يكروج طيح وتالي هد الساجية بخصر النهر. يا مواقفكم ولا بيها حمام اغرابكم مرواح احس بسنين ذر. سنين صبخه وقاعكم مو للشتال وبذرت ماي غشيم على الصخر. وتنشف دموعي على خدي وقلت ايه البير يبكي بسكته مو مثل النهر. وتنشف دموعي على خدي وقلت ايه البير يبكي بسكته مو مثل النهر. كله صوتشي المو صدق ما قلت له طيف. بيا كل الصوت هل مايك عبر. بيا كل الصوت هل مايك عبر. أعزائنا المتابعين وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج رسائل ويا الحبيب الشاعر المبدع أحمد الحمراني. أكيد استمتعتوا. وأحمد الحمراني شنو الكلمة الأخيرة اللي تقولها؟ حبيب قلبي استاذ مظهر انا
يعني ارجو المعذره، اخاف يعني ظهرت بعض الحقائق ببرنامجك. نعم. وهذا البرنامج اللطيف اللي يمكن ماكو شاعر سبقني وظهر به حقائق او نعم. يعني حكى فد موضوع خاص، واخاف يعني اثر على برنامجك. انا لا اسف بالعكس. جدا، لكن مثل ما نوهت قبل وقلت لك هذه الصراحه اكيد هو لازم ان الكل تكون شخص له راي، اللي والكل رايي. شخص له شخصيته. فهذا رايي. نعم. وانا اشكرك جدا لان منحتني الثقه انه اكون برنامجك. هذا البرنامج اللي له صدى واسع نشوفه الله اليوم في يحفظك. الشارع العراقي. الله يسلمك. جدا ممنون، شكرا للدعوه، هاي الدعوه الطيبه طيبه قلبك الله يحفظك وحبيب قلبي استاذ مصطفى. شكرا لك. شكرا لك. أعزائنا المتابعين، إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج رسائل. شكرا للحبيب مدير التصوير الحبيب علي الخزعلي، وأيضا المخرج الحبيب محمد الحمراني، وأنا في الإعداد والتقديم مظهر الزبيدي. مع السلامة. ما يا وقت شتريد العمر راح، شتريد وشنو الما مرنا قابل، اهو اللي يمشي على طول باله مرتاح، بس شابع فراق الراس نازل، من التعب ما تنشال الجفوف، شلون تريدها ترد لها عايل، قضينا العمر يم المحطات نزت غالين، وانتاني الرسايل